بسم الله الرحمن الرحيم. لازم استاذ. نواصل انا باش نحكي لك استاذ. لا اي مرحبا سي نور الدين الجزء الثاني. بدر الدين سي بدر الدين عفوا سي بدر الدين اهلا وسهلا بك. مرحبا استاذ بدر الدين ونسا مرحبا. اي تفضل. مرحبا. الجزء الثاني كما قلت سابقا يسير هذا الصرح وهذا المعلم التاريخي برج المقرني من طرف الديوان الوطني لتسيير استغلال الممتلكات الثقافيه المحميه. المؤسسة قائمة على استغلاله وتوظيفه كمنشأة ثقافية علمية وصرح وعلمي ثقافي يحظى باهتمام المؤرخين والدارسين وكذلك الطبقة المثقفة اللي هنا في المجتمع الجزائري. والدليل على ذلك وجود أخونا من الجزائر المقيم في فيينا أن جاء يبحث. مرحبا بك. أهلا وسهلا. شو اسم أخونا ربي يحفظك؟ زبير مرسلي. أيوة أنت مقيم في فيينا. مدينة فيينا نعم. وما هو اختصاصك يعني؟ اختصاص فيزياء وجئت خصيصا لتزور هذا الموقع وتبحث فيه. نعم ومهتمين على المستوى المحلي في هنا ولاية برج باريج في التاريخ الروماني وممكن حتى من قبل التاريخ. ربي يحفظك وربي يبارك فيك وسوف يخصك سي بدر الدين بحوار وبحديث. ربي يحفظك. نواصل سيدي خويا. سيدي الكريم تواجد اخونا الدكتور المختص في الفيزياء لا دليل قاطع واقامته في النمسا لا دليل قاطع على تواجد السواح هنا في الجزائر من داخل الوطن وخارج الوطن ومهتمين يعني بالتاريخ بهويتهم اللي تؤكد انه ضاربه في اطناب التاريخ. وأؤكد من هذا المنبر أنه المجتمع الجزائري من داخل وخارج الوطن يوجد فيه مثقفين مهتمين بتاريخهم بثقافتهم. وكما قلت في السابق تواجد أخونا والدكتور لهنا دليل قاطع لهوية ورمزية المجتمع الجزائري. خويا بدر الدين، هل هذا الموقع التراثي مسجل في التراث المادي في اليونسكو؟ لا، هذا المصنف هذا المعلم التاريخي برج المقرني مصنف كمعلم وطني. نعم. في 2010. تمام. وهذا لاهتمام الدولة الجزائرية فعمدت وزارة الثقافة لحمايته. نعم. كفضاء بعثنا فيه روح ثقافي علمي للدارسين كما قلت والمجتمع الجزائري ككل والطبقة المهتمة بذلك. أحسنت. أنا سؤال أخير، أنا كأستاذ أكيد في البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية والتعليم الجزائرية يدرسون تاريخ الحركة التحريرية للجزائر ويتحدثون عن كبار الشهداء الأبرار رحمهم الله. هل تم إدراج حياة المناضل الشهيد المقرني في البرمجة الرسمية للتاريخ والتربية المدنية الجزائرية؟ هل لك معلومة فيه؟ سيدي الكريم. نعم. لا يخلو عن المنهج أو المناهج التربوية الجزائرية ككل وضع كل رموز الدولة الجزائرية من المجاهدين، من المقاومة الشعبية والمجاهدين. هذا دليل قاطع على إعطائهم مكانة وتكريمهم في مماتهم. نعم. وهذا إن دل وإنما يدل على للدارسين ولا المثقفين ولا المهتمين إعطاء دروس للأجيال الآتية لحمل المشعل وحماية هذا الإرث الذي تزخر به الجزائر ككل. ربي يحفظك. إذن المجاهدين رحمهم الله يعني وهبوا دماءهم الزكية الطاهرة في سبيل تحرير الأرض الطيبة، والأحياء المتواجدين لابد أن يحافظوا على هذا المكسب العظيم ويساهموا في تنمية الجزائر من كل النواحي. ونحن في هذه الفترة من 20 أوت 56 الهجوم القسنطيني على الثكنات الاستعمارية وكذا. نعم. الهجوم الشمال القسنطيني وكذلك انعقاد مؤتمر الصومال في 20 أوت لا دليل قاطع على توسع الثورة الجزائرية اللي كانت متمركزة في الشرق. وهذا دليل قاطع انه بدات رقعه الثوره تاخذ توسعاتها، تاخذ بعد يعني شعبي لحمايه الثوره من التضييق ومن الانكسار كما اقول. طيب، مشكور استاذ بدر الدين، وقد امتعتنا وافدتنا واقنعتنا وافحمتنا بهذه البسطه
الموجزة تاريخيا وحضاريا. رحم الله الشهداء، فلتحيا الجزائر أرضا وشعبا وحكومة، وربي يحفظك وربي يبارك فيك. تحياتي لكم جميعا. المجد والخلود للشهداء، والمجد والخلود للشهداء الأبرار. وكما قلت سابقا، سعيد أيما سعادة بتواجدك سيدي الكريم في بلدك الثاني، ولا في بلدك في أرض الشهداء والأبطال، وكذلك سعيد بتواجد الدكتور زميلنا من هذه المدينة الفذة مقيم في النمسا. هذا شرف لنا باللي الجزائر غنية بمثقفيها ورجالتها من داخل وخارج الوطن. وكذلك من هذا الأنبر نحيي جيراننا الأشقاء، وأؤكد أن بلادنا بلاد الأشقاء والمحل